السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست اتكاش. معانا شخصية نقدر نقول عليها هرم مصر الرابع. ليه؟ لأنه علم من أعلام شركتنا وصاحب الانتشار الأقوى على الإطلاق منذ انضمامه للشركة. رحبوا معايا بالمدير التجاري للشركة وقائد فريق امباير مانجر محمد عامر. أهلا وسهلا بك مانجر محمد اهلا عامر. بيك يا كوتش عبد الرحمن، وشكرا لك على المقدمه الرائعه دي، وربنا يجعلني عند حسن ظنك وعند حسن ظن كل الناس يا رب. تسلم. عاوزين نعرف، نطلع شوية بقى من المدير التجاري وقائد فريق امباير لمحمد عامر. عاوزين نعرف ونعرف الناس أكتر مين هو محمد عامر. محمد عامر بمنتهى البساطه هو شخص عادي طموح. اشتغلت قبل فتره في نتورك ماركتنج، اشتغلت في شركات الديجيتال واشتغلت في شركات السيلز، ولكن كنت شغال في بيزنس بيعتمد على المنتجات العينيه، وكنت صاحب تيم تسويقي قوي في مجموعه من الشركات الاونلاين الحمد لله، يمكن على مدار 7 8 سنوات. وانتهى بيا المطاف في الاخير ان انا وجدت اتكاش. وبطبيعه الامر لما بتكون شغال في مجال معين وتلاقي مجال مشابه ليه ولكن ذا فروقات عاليه او مختلفه، بتدرك قيمه البيزنس ده وبتبقى شايف قد ايه هو ممكن يكون له رؤيه او فيجن. ورغم ان هو كان مختلف شكلا وموضوعا في البدايه، لكن بشكل ما كان لفت نظري. فالحمد لله اخذت القرار بان اكون في اتكاش، والحمد لله اتكاش كانت اضافه قويه في حياتي وحياه ناس كتير. عاوزين نعرف، يعني أنت تقول إن أنت كنت في شركات بيع مباشر اه منتجات. ايه هي نقطة التحول بتاعت مانجر محمد عامر ان هو يتحول من مجال للمنتجات؟ ودي حاجة كانت معروفة وثابتة وكان ناجح فيها محقق نجاحات. ان هو يتحول يدخل عالم الاصول الرقمية والمنتجات الرقمية. كانت ايه نقطة التحول اللي حولتك من هنا للاصول الرقمية؟ والله بمنتهى البساطة احنا جزء من المجتمع اللي بنعيشه، والإنسان الطموح دايما لازم يواكب العصر وتطوراته. وفي كل الأشكال الفترة الأخيرة يا كوتش عبد الرحمن، لو حضرتك بصيت في كل الحاجات اللي حوالينا هتلاقي فعليا الأصول الرقمية فرضت نفسها على الواقع من عشرات بالظبط. السنين. مم. ففكرة إن أنا النهاردة بتكلم على منتج سواء كان رقمي أو منتج عيني، الفكرة مش في المنتج نوعيته، الفكرة في قيمته. وأنا مم. صراحة اقتنعت من البداية إن قيمة أتكاش كبرودكت أعلى بكتير من المنتجات العينية. لن اخفيك امرا، المنتجات العينيه كتيره ومتعدده، كنا بنشتغل في حاجات كوزماتكس، بنشتغل في مجموعه من الحاجات اللي هي خاصه بالبشره بالشعر، مم. المنتجات الحاديه. ايوه. ولكن في قناعتي انا الشخصيه، لا، المنتج اللي احنا فيه النهارده اقوى بمراحل. مم. مش شرط يكون محسوس، المهم اثاره تكون محسوسه. مم. اثاره بمنتهى البساطه ان هو مصدر دخل لناس كتير. ناس كتير قدرت تحقق منه نجاح. حضرتك عارف النهارده الناس بحاجه الى دخل مادي اكتر بكتير من منتج عيني تستخدمه هيقعد معاها شهر او اتنين وينتهي. احنا بالظبط. النهارده بنفتح للناس فرصه لدخل، فرصه لتحسين حياتهم، فرصه لاي حد طموح ما كانش لاقي فرصته في الحياه في بيزنس ما. لان حضرتك عارف النهارده علشان حد يقوم بان هو يفتح لنفسه مصدر دخل او مشروع الخاص بيحتاج خبره، بيحتاج راس مال كبير، بيحتاج عوامل كبيره قوي صعب تلاقيها متوفره حواليه. بصراحه اتكاش وفرت ده. فكان المنتج الرقمي في ازهى صوره واسهل، مم. ولذلك الحمد لله احنا امنا بالقيمه اللي هنضيفها عند الناس. مم. فده كان بمنتهى البساطه التحول مواكبه مم. للواقع اللي حاصل حوالينا يعني. ايه التحديات اللي قابلتك في ظل التحول ده؟ اكيد في تحديات قابلتك. طبعا طبعا. فاحنا عاوزين نعرف ايه التحديات بقى اللي قابلتك خلال الفترة بتاعت التحول بتاعك من المنتجات العينية الموجودة للأصول الرقمية والمنتجات الرقمية. ايه التحديات اللي قابلتك؟ التحديات بصراحه كانت كتير، من امم. اولها مثلا فكره ان الناس لسه ما كانتش متقبله منتج رقمي. امم. الناس لسه متعوده ان المنتج يكون حاجه في الايد، مع العلم ان كل الاحداث اللي بتدور في حياتهم النهارده رقميه. بالظبط. الحكومات نفسها اتجهت نحو امم. الرقمنه، كل حاجه النهارده بقت رقميه. ولكن في البدايات ما كانتش كل الناس مستوعبه ده، وربما لا يزال حتى الان ده تحدي من التحديات اللي امم. احنا بنحاول نعالجه مع الناس عشان امم. نفهمهم العالم رايح فين والدنيا رايحه فين، عشان نتواكب مع الامم ومع كل الشعوب المتقدمه. وخلينا نقول النهارده الاصول الرقميه هي اقوى اصول على مستوى العالم، والدول كلها والعالم كله رايح ليه. حضرتك لو متابع دونالد ترامب لسه بايع امبارح عمله رقميه في قطر ب 2 مليار دولار. ده طلعت. فانت فاهم الدنيا رايحه امم. فين. فهي كانت التحديات في ان النوع ده من البيزنس
لسه مش كل الناس قدرت تستوعب ان في حاجه اسمها تجاره رقميه، ان النهارده ممكن يكون التعامل النقدي نفسه في طريقه لاختفاء العملات العاديه، وهيكون الاتجاه نحو العملات الرقميه. ولكن الحمد لله دايما على الاقل اذا ما كانش الشخص قادر يفهم البرودكت، على الاقل لما هيشوف نتائجه واثاره هيقتنع. وده اللي الحمد لله قدرنا نعمله بمصداقيتنا، برؤيتنا، بمشاريع